حد يطمنا يا شباب كده، الماتش كان في مصر ولا كان في تونس ولا ايه ده؟ في ايه مدرجات برج العرب اللي احنا بنلعب فيها دي؟ في ايه؟ آه لو انت اول مره تشوفني متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، الحاجات اللي قصدي تعمل فولو وتدوس على زر القلب، والحاجات اللي بتدعم وتعمل اللي هو اكسبلور ده ومش عارف ايه والحاجات دي. الماتش خلص 3-0، الماتش بسيط جدا. انت مكان قوتك فين؟ جبهتك الشمال. خلاص انا ههاجمك من جبهتك الشمال اللي هي مركز قوتك. انت شايف ان جبهتك الشمال هي مركز قوتك وبتهاجمني بيها باتنين وتلاتة من الجبهة دي، خلاص انا ههاجمك من نفس الجبهة اللي انت بتفضلي فيها مكانين وتلاتة، وهلعب على بيرستاو اللي ذكي جدا، اللي النهارده سجل هدفين، والكور الطويلة في ظهر دفاعك البطيء اللي انت اصلا عارف ان هو بطيء ومش محركه. يعني انت بتلعب على التسلل وانت دفاعك بطيء، فبيرستاو بسرعته كسر التسلل، كسر الدفاع ده. والكور بقى اللي في الاخر بقى، الكور اللي تنرفزك وكور الكهرباء اللي في الاول دي، يا عم كهرباء يا حبيبي، يا عينيا، انت الكور دي بتجيلك وبتفنشها. ايه حصل؟ ايه اللي جد جديد عليك؟ مفيش حاجه جديده. والكوره التانية اللي هو احمد القندوسي لعبها لطاهر، طب احنا عارفين ان طاهر دماغه خفيفه يعني. يا رب ارحمنا يا رب. مش فاهم يا طاهر، لو كنت لعبت على محمد شريف كان هيجرى لك ايه؟ كنت هتموت ولا كان هيجرى لك اي حاجه؟ انما هنعمل ايه بقى؟ نقول ايه؟ قدر ربنا. كوره بسيطه، كنا بنمسك كوره نجمع كوره ورا في منتصف الملعب، الدفاع يتقدم علينا نقوم لاعبين الكوره في ظهر الدفاع، نستغل سرعات فريقنا وان الفريق التاني بسيط، وببساطه بمهاره تاو سجلنا جون. والجون التاني بص، الجون الاول بيرستاو استلمها في ظهر المدافعين برضو، حته البطل اللي بنتكلم عليها، وقام شايط جون. الباكات ما كانتش بترتد بسرعه، ودي يعني حاجه عبيطه قوي في كره القدم، بلغه كره القدم. الناحيه التانيه حسين الشحات بيرقص وبيعدي، بس النهارده كان بيطول الكره اكتر من مره، باين ان اللعيبه تعبانه من بعد الدقيقه 65. حسين الشحات، بيرستاو، حمدي فتحي كان لازم يتبدلوا بشكل اسرع من كده النهارده، بس ده التعقيب الوحيد. انما احنا كنا ماسكين كوره في نص الملعب، ما سمحنا لهمش ان هم يعملوا خطوره، اللهم الا الكور العاليه اللي هم بيجدوها من زمان، اللي التوانسه متفوقين في الكور العاليه علينا احنا كمصريين عامه. وكسبنا 3-0، وضعنا قدم وساق في الماتش النهائي. ولسه ماتش العوده ده شوط والعوده شوط، والكره علمتنا ان مفيش حاجه مستحيله وان ممكن الفريق التونسي يرجع. فاتمنى نجهز لماتش العوده بشكل احسن وبشكل قوي، ونستعد ونلعب بالبدل عشان نريح الاساسيين. سلام.